صباح الخير حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا النهارده هنعمل مع بعض طبق كرشه صغير كده. هنشوف بقى طريقته. هنعمل ايه؟ انا عندي طماطم وعندي بصل وعندي قرن فلفل حامي وعندي الكرشه بتاعتي. اول حاجه هجيب الكرشه بتاعتي قبل ما اعمل فيها اي حاجه، هنزلها في ميه مغليه ويلا هقول لكم هنعمل فيها ايه. بصوا يا حبايبي، انا عندي ميه بتغلي اهي، هنزل فيها الكرشه بتاعتي. احنا عارفين ان الكرشه دايما بيبقى ليها ريحه كده مهما بنغسل فيها. نغسلها كويس جدا خلاص، ومنضفاها كويس قوي. بس هحطها بقى كده واحط لها شويه سكر، معلقه صغيره كده من السكر، وهحط لها يعني اقل من الربع تنتوفه بيكنج صودا. خلاص، دي هتساعد في عملية التسريع بتاعتها. نقطة صغيرة خالص مع نقطة سكر. هسيبها وبعد كده لما تغلي شوية في المية دي هندلق المية دي وهرجع لكم اقول لكم هنعمل فيها ايه تاني. بصوا يا حبايب قلبي، دي الكرشة بتاعتي اهي بعد ما سبتها نزلت ميتها خلاص. بصوا لون المية عامل ازاي، تحس ان لونه ابيض، فيه دقيق فيه لبن. انا هصفيها واشطفها كويس قوي ونرجع نشوف هنعمل في ايه. بصوا يا حبايبي، جبت حله صغيره اهي، لان هي الكميه مش مستاهله. هنزل فيها بشويه زيت. بسم الله. زيت مش سمنه لان الكرشه بتاعتنا دسمه زي ما احنا عارفين. خلاص، وعندي بصلايه مفرومه اهو. بسم الله. هنزل كده في الزيت بتاعي. الحله ما سخنتش، بس ايه مش مشكله، هتسخن مع نفسها دلوقتي. بصوا يا حبايب قلبي، عندي البصله بتاعتي بتتشوح اهي. انا مش هحمرها، انا عايزاها بس تدبل. هنزل معاها بنص معلقه ثوم مفروم كده، وربع معلقه هريسه شطه. خلاص اهو، اقلب كويس قوي كده. اول ريحه الثوم ما تطلع عندي هنزل بالكرشه على طول. حط كمان معلقه فلفل اخضر حامي، اختياري للي عايز. خلاص كده، وعندي ريحه الثوم بتاعتي طلعت. الكرشه بقى بتاعتي اهي بعد ما غسلتها وصفيتها، هنزل بقى بيها كده. بسم الله اهو. افضل بقى اشوح في البصل كده واحط التوابل بتاعتي بقى اللي هي عباره عن فلفل اسود، فلفل اسود وشويه كمون. الكرشه روحها الكمون على فكره يا بنات. شويه كمون، شويه كزبره ناشفه، شويه بابريكا. خلاص، الملح في الاخر. اشوح بقى فيها كويس قوي كده شويه، ننزل ميتها مع البصل وتشربه، وبعدين ننزل بالطماطم بتاعتها. بصوا يا حبايب قلبي، الكرشه بتاعتي كده هي نزلت ميتها وشربتها واتشوحت كويس معايا قوي. خلاص، هنزل بقى على الطماطم اللي انا عصراها اهو، ضربها في الكبه. بسم الله اهو، عشان تبطل. ما بتحتاجش طماطم كتير على فكره يا بنات اهو. هسيبها بقى تاخد وتدي بقى وصلصتها تتسبك كويس قوي. لو احتاجت شويه ميه نبقى نزود لها شويه ميه. لو نشفت مننا احنا هنحطها على نار هاديه ونسيبها تاخد وتدي مع نفسها بقى كده. بصوا يا حبايب قلبي، دي الكرشه بتاعتي، شايفين المنظر عامل ازاي بعد ما استوت بقى خالص اهي وبقت جميله وصلصتها اتسبكت. شايفين صلصتها تقلت وبقت عامله ازاي. خلاص، نملحها بقى، نحط الملح بتاعنا اهو. بسم الله. خلاص، ويلا بقى اغرفها معاكم ونشوف شكلها.
بصوا حبايبي، ده الشكل النهائي لطاجن الكرشه بتاعنا. يلا بقى اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واتمنى ان انتوا تجربوا طبق الكرشه بطريقتي دي، هتعجبكم جدا، خفيف جدا جدا وطعمه بجد فوق الرائع. وكل اللي ضايقوا عندي يشهد بكده. يلا حبايب قلبي، انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. اسيبكم دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.